يا أهلا وسهلا. ازيكم؟ أنا مروة ودي قناتي كوباية قهوة مع ميرو. يا رب الفيديو ده يعجبكم وتطلعوا منه بكامل الاستفادة. واللي يعجبه الفيديو ما ينساش يشترك في القناة ويعمل لايك ويكتب لي تعليق وأنا هرد عليه. بدون مقدمات، الفيديو النهاردة ازاي تحب نفسك وتدلعيها. أنا سألت نفسي سنين وأنا عمالة أتكلم في نفسي وبقول هو ممكن الإنسان يكون مش حابب نفسه؟ يعني ممكن يكون الإنسان اصلا مش عاجبه حاله، مش عاجبه شخصيته، مش عاجبه لبسه، نفسه نفسها مش عاجباه. ايوه، ناس كتير هتقابلك في الحياه مش عاجبها نفسها، ولا عاجبها اي حاجه في حياتها، ولا عاجبها شخصيتها، ولا اسلوبها في الكلام، ولا طريقتها في الحياه. امتى هتحبي نفسك؟ هتحبي نفسك في حاله واحده بس، لما تحسي ان كل اللي حواليكي مش فاهمينك. تخيلي لما تحسي ان كل اللي حواليك مش مقدرينك، فتبتدي تحبي نفسك عكس ما انت فاكره وعكس ما انت فاهمه. في ناس ممكن تيجي تقول لك انا هحب نفسي اول ما الناس تحبني. كل ده هوا. الناس هوا، اللي معاكي النهارده مش هيبقى معاكي بكره، فانت بتضحكي على نفسك. هتحبي نفسك لما تحسي نفسك ان انت ما بتقارنيش نفسك بحد، ان انت مختلفه، ان انت مش عايزه تبقي زي حد. انت مش عايزه لا حد يقلدك ولا انت تقلدي حد، انت عايزه تبقي نفسك، عايزه تعيشي راحتك انت، عايزه تعيشي شخصيتك، عايزه تبقي راضيه عن نفسك. هتحبي نفسك لما طريقه لبسك، لو كل الناس قالوا لك طريقه لبسك مش عاجبانا، هتحسي ان انت الوحيده اللي عاجبها طريقه لبسك. انت عاجبك نفسك، انت حباها. على فكره، حبك لنفسك ما بيتولدش معاكي، انت بتكتسبيه. انا قعدت يمكن سنين واقعه في الحته دي، ما كنتش حابه شخصيتي، ما كنتش حابه نفسي، كنت شايفه نفسي دايما قليله. انا حسيت الاحساس ده كتير على فكره. كنت بحس نفسي مش زي اللي حواليا، كنت بحس نفسي اقل منهم، اقل بقى فكريا، اقل في الذوق، اقل في اللبس، اقل في التعامل. هما بيعرفوا يتعاملوا، انا مش عارفه اتعامل. فانا وقعت في الحته دي، حته ان انا مش واثقه في نفسي، حته ان انا مش حابه نفسي. فبالتالي انا مش حابه نفسي، مش عارفه ادلعها، مش عارفه اديها احتياجاتها، مش عارفه افوق لنفسي. فعايزه اقول لك، انا اول حاجه حطيتها كده لنفسي، وفعلا هي اللي غيرتني مع الوقت، ان انا بطلت اقارن نفسي باللي حواليا. ما عدتش بقارن نفسي بصاحبتي، ولا بجارتي، ولا باي حد اعرفه، ولا بقرايبي. خلاص انا قلت لنفسي انت غيرهم، انت مختلفه. كل واحد فيه اختلاف، هم عندهم اختلافات وانت عندك اختلافات، هم عندهم مميزات وانت كمان عندك مميزات. بس انا ما كنتش شايفه مميزاتي صح، انا كنت شايفه بس عيوبي. كنت شايفه بس ان انا يمكن اكون على طول غلط، يمكن على طول اكون انا كلامي مش كويس، هم كلامهم حلو، هم بيعرفوا يكسبوا الناس، انا مش عارفه اكسب اللي حواليا. بحس ممكن يكون كلامي تقيل، بحس ان انا مش واثقه في نفسي وانا بتكلم. حاجات كتير كنت بحسها كانت موصلاني لنقطه الصفر في ان انا احب نفسي. وحكايه ان انا ما حبيتش نفسي دي، نسيت بقى ان النفس دي محتاجه تمارين، محتاجه تدريبات، محتاجه اعلى بنفسي، محتاجه ادلعها، محتاجه اهتم بيها، محتاجه ادي لنفسي من وقتها علشان اعلى، عشان اروح في الحته اللي انا حباها واللي انا عايزاها. حته اني ابقى هاديه، ابقى سعيده، ابقى بضحك وبضحك من قلبي. دلوقتي لو تلاحظوا اللي بيضحك من قلبه بقت حاجه قليله. يعني تلاقي اغلب الناس اللي بتتكلم معاكي، صحابك، قرايبك، تيجي تقول لك انا ما بضحكش من قلبي، انا بضحك وخلاص. فالضحكه اللي من قلبي دي معناها ان انت مرتاحه، معناها ان انت سعيده. طب السعاده هتجيلك ازاي لو انت مش واثقه في نفسك؟ انت محتاجه علاج نفسي الاول وبعد كده تبقي سعيده. ما هي خطوات. فاول حاجه انا خدتها زي ما بقول لكم، ان انا بطلت اقارن نفسي بحد. انا احترمت نفسي وقلت لنفسي انا مختلفه، في عيوب، فيها مميزات، اقدر اتعامل مع عيوبي واقدر اعالجها بالتمارين وبالتدريبات. اقعد اتكلم مع نفسي. كنت بجيب ورقه وقلم، انا بنت وحيده، فما كنتش بلاقي جنبي اخت. ورقه وقلم دول اقعد اكتب بقى، انا الموقف ده ضايقني، انا في عيب، العيب ده نفسي اغيره. انا 24 ساعه متعصبه، انا 24 ساعه عندي افكار مؤمنه بيها، لدرجه ان بتبقى لود على الطرف اللي قدامي. يعني ممكن اكون انا مؤمنه بافكار، لو جوزي مثلا اجى قال لي انا عندي الفكره دي، ببقى مقتنعه ان افكاري هي صح وبس، مش عايزه اسمع للي قدامي.
ومش عايزه احسس اللي قدامي ان هو صح، ولا عايزه مثلا اقتنع برايه. فحسيت ان انا غلط. حسيت هو انا اللي امتى هعيش كده؟ هو انا اللي امتى هعيش رايي هو الصح؟ انا شايفه نفسي صح. ابتديت اتغير، ابتديت افهم اللي قدامي، وابتديت اديله مساحه، وابتديت احس هو انا لو مكانه مش ممكن يكون هو صح؟ هو انا لو مكانه ليه ما فكرش تفكيره هو؟ ليه مفكره تفكيري انا بس؟ فحسيت بصراحه ان ده غلط، ده مش صح. ده ده عدم ثقه في النفس. اللي واثق في نفسه بيحترم راي اللي قدامه. اللي واثق في نفسه وبيحب نفسه بيحب قوي يسمع اراء اللي حواليه. تاني حاجه كانت فيا، والحاجه دي كانت صعب اتخلى عنها، يعني صعب ان هي تفارقني وانا فارقها. ودي الحاجه الصعبه اللي واجهتني اكتر حاجه تعبتني. عقبال ما اتخلصت منها وفقت كده وعرفت ان لا، انا كنت غلط، لاني كنت مؤمنه قوي بيها برضو. حته الكمال، عايزه كل حاجه على اكمل وجه، عايزه كل حاجه ما يكونش فيها غلطه. عايزه البيت طول الوقت مترتب، طول الوقت ريحته حلوه، طول الوقت نظيف. عايزه المطبخ طول الوقت نظيف، عايزه المطبخ طول الوقت ما فيهوش غلطه. اكتشفت ان ده غلط. ده وقعني في حته تعب نفسي. ممكن كمان كان يوصلني للوسواس. ده غلط. اقتنعت. اقتنعت بقالي كام سنه، مش من سنين كتير. بقالي كام سنه في الحته دي. حته ايه؟ ايه المشكله لو البيت اتوسخ؟ طب ايه المشكله لو البيت اتبهدل واتكركب؟ عادي، طب ما يتلم. فبقيت راضيه. عالجت الحته دي بنفسي. بقى عندي رضا، اللي هو عادي لو البيت متبهدل. بكره روقه، بالليل ممكن اعمله، اي وقت اي ساعه انا فاضيه فيها الم البيت. ايه المشكله لو انا نمت وفي طبقين في الحوض ما اتغسلوش؟ هو انا لازم ما اخليش اي حاجه في المطبخ عشان اعرف انام؟ لا، عادي. المواعين ولادي قاموا عملوا عشاء، سابوا مواعين في الحوض، يسيبوها، انا بكره اقوم اعملها. او هم او احنا مثلا بقينا بننظم دلوقتي وقتنا في الصيف اكتر، فبقيت بتفق معاهم ان كل واحد يمسك المطبخ يوم، لان انا عندي بنات، فبعلمهم شويه بشويه بحيث حتى لما يتجوزوا ينفعوا نفسهم ويعرفوا يشتغلوا في بيوتهم ويبقوا بنات منظمه ونظيفه. فبقيت عادي، الموضوع بقى عندي عادي، ما عنديش مشكله لو ضيوف قبولي في اطفال في العيله، او صاحبتي جايبه ولادها فالولاد دول بهدلوا البيت. كنت الاول الموضوع ده بالنسبه لي نهايه الحياه. ازاي في حد يجي لي بهدل البيت؟ لازم اقوم اعمله دلوقتي، لازم قبل ما يمشوا اجيب المقشه وهم قاعدين واكنس البيت. ده غلط، ده مش صح. وبقيت برضه بالامر الواقع، وبقيت برضه بالكركبه اللي هيبقى بعدها نظافه عادي، والدنيا هتمشي ومفيش اي مشكله. فاللي انا عايزه اقوله لك، اتخلي عن الكمال. مفيش حاجه كامله، كل حاجه فيها نواقص، والنواقص دي هي اللي بتخلي الانسان يعرف يتعامل مع كل الحاجات اللي في الدنيا الناقصه. انت لما بتتجوزي جوزك مش هيبقى دماغك، جوزك هيبقى فيه نواقص، جوزك هيبقى فيه عيوب. تخيلي لو انت عايشه طول الوقت عايزه كل حاجه كامله، وعايزه جوزك ما فيهوش غلطه، ولما تخلفي عايزه اولادك ما فيهمش عيب، ما فيهمش غلطه، يمشوا بالظبط زي ما انت عايزه. هتتعبي، هتحسي ان في حاجه غلط، هتحسي ان نفسيتك بتقع، هتحسي ان انت مضغوطه طول الوقت، لان ما فيش حاجه تمشي على مزاجك. فتخلي عن الكمال، هتحسي بثقه في النفس، هتحسي ان انت اهدى، هتحسي ان انت عارفه تتعايشي مع كل الاراء اللي حواليك المختلفه من غير ما يتعمل لك قلق او تعملي لهم قلق. فدي من النقط المهمه اللي انا كنت واقعه فيها، بس الحمد لله طلعت منها. اللي كنت الاول عايشه في حته ما اعرفش اقول لحد لا. ليه؟ ليها اساس برضو. مش قادره اقول لا عشان خايفه اترفض، مش عايزه اقول لا عشان خايفه اللي قدامي يزعل، مش عايزه اقول لا عشان اللي حواليا ما يبعدوش عني. كنت واقعه في الحته دي وقت طويل، لغايه ما فقت كده وقعدت مع نفسي فتره شهور. بقيت اراجع نفسي وراجع اخطائي وراجع عيوبي. بقيت اتكلم مع نفسي كتير، هو انا ليه بعمل كده؟ هو لو الناس اللي حواليا اتفضوا بعدهم، مش دي حاجه وارده؟ مش دي حاجه ممكن تحصل حتى لو انت كنت مطيعه ليهم، كنت كل حاجه بتقولي عليها اه؟ ممكن يمشوا في اي وقت، ممكن فجاه ما يحبوكيش، ممكن فجاه يسافروا، علاقتك تتقطع بيهم باي شكل كان. فالفراق محتم يعني، سواء محمود او غير محمود. لكن هي الفكره في حاجه، ان فكره ان انا ما كنتش بقول لا، واضح ان هي كانت تعباني بس من غير صوت، من غير ما اصوت. هي كانت تعباني داخليا، ان كل حاجه بقول عليها ايوه. انا بقيت بقول لا. انا لو واحده صاحبتي اتصلت بيا في وقت انا صعب انزل معاها فيه، انا بقول لا. عندي اولويات،
عندي شغل البيت، عندي ولادي اولى، عندي بيتي اولى. فبقيت برفض. لو مش هقدر انزل معاكي عشان ولادي او جوزي او ماما او بابا، مش هنزل حتى لو انت هتزعلي. ما عدتش بحط في دماغي اللي قدامي هيفهمني ازاي، لان انا واثقه لو اللي قدامي عارفني قوي قوي، واثق فيا وفاهم دماغي، مش هيزعل مني. استحاله. مش هيقطع علاقته بيا لمجرد انه كان عايزني وانا ظروفي ما سمحتش. بالعكس، هيحترم ده، هيقدر ده، هيقف معايا، هيقول لي لا طبعا براحتك، انت عندك برضو اولويات، انت عندك شغل، انت مشغوله، انت مش فاضيه. فبقيت برفض. لو انا الظروف مش سامحالي انا برفض، وماليش علاقه اللي قدامي هيفهمني ازاي. ما عدتش بخاف على زعل اللي قدامي، بمنتهى الامانه. ما عدتش بخاف هو هيكمل علاقته معايا ولا هيتركني ولا ايه الدنيا، هيفركش معايا، هيسيبني، هيقاطعني. لا لا، ما عدتش بفكر التفكير ده. بقيت بفكر الاول انا صح، انا كويسه يعني. انا اولوياتي هي اللي انا حطاها الاول، اول حاجه في حياتي بيتي، ماما بابا ولادي اخواتي دنيتي، دول الاولويه. غير كده لا. فعشان كده بقول لك ما تدخليش في الجو ده اصلا. اي حاجه انت مش حابه تعمليها قولي لا. ودي من الثقه في النفس. حبي نفسك، نفسك اولى. لو انت عامله وقت لنفسك، لو انا النهارده مثلا عامله وقت لنفسي، نازله فيه مثلا للكوافير، نازله فيه البيوتي سنتر، راحه اعمل شغل خاص بيا، واحده كلمتني عايزاني في مثلا في قصه، في موضوع، في مشوار. انت فين دلوقتي؟ بتعملي حاجه ليكي. انت دلوقتي في مشوار خاص بيكي. ما تلغيش مشوارك عشان واحده صاحبتك قالت لك بقول لك انا كنت عايزه اضيع وقت واتكلم معاكي. ما ينفعش، استحاله. انا انا الاول. تعالي لي اقعدي معايا، تعالي لو نعرف نشوف بعض شويه ونتكلم نتقابل، تعالي. بس ما تلغيش، ما تلغيش ميعاد ليكي عشان خاطر صاحبتك عايزه تضيع وقت معاكي. فبقيت اولوياتي نفسي، وده خلاني عززت ثقتي في نفسي وحبيت نفسي جدا. وبقيت على فكره انا ما عادش حاجه اغلى عندي من نفسي، ودي حاجه غيرتني تماما. فكنت على طول عايشه دور جلد الذات، عايشه دور اللي هو بعاقب نفسي، بجلد نفسي، بتكلم مع نفسي بصوره وحشه، محمله نفسي فوق طاقتها، كاني بدفع فواتير مش فواتيري، كاني بعاقب نفسي على شيء انا ما عملتوش. فقررت ابطل. يعني ايه النهايه؟ طب انا هفضل كده لامتى؟ اولا انا مش صاحبه المشكله. ممكن اكون طرف، ممكن اكون ما عرفتش اعالج المشكله، بس مش انا السبب فيها. انا كنت بعيش ان انا سبب المشكله لمجرد المشكله كبرت، لمجرد المشكله تفاقمت، ما عرفتش اوقفها. فكنت بقول لنفسي انت السبب. ما كنتش طبعا بنام، كنت ساعات باكل على طول اعيط، على طول زعلانه. فكنت بجلد ذاتي، بجلد نفسي 24 ساعه. فوقفت الموضوع ده، وبصراحه ده فرق كتير معايا. حركني من منطقه كده، يمكن المنطقة دي في الإحساس بتبقى صعبة، أصعب من من الحاجات اللي اتكلمت معاكم فيها دلوقتي. حتة إن أنت حاسة نفسك مذنبة طول الوقت، وحاسة نفسك إنك صاحبة كل حاجة غلط بتحصل. بصراحة الإحساس ده لوحده كان كفيل يقضي عليا. بس الحمد لله خرجت منه. قلت لنفسي لا، أنت مش صاحبة المشكلة، أنت كنت طرف. أنت مش ضروري تحلي المشكلة، كانوا هم ممكن يحلوها لأن هم أصحابها. انت ملكيش ذنب، انت ليه عايشه الاحساس دوت؟ ليه بتجلدي ذاتك؟ فوقفت جلدي ذاتي، وده فرق على فكره معايا كتير. واكتشفت ان احلى حاجه ممكن اقدمها لنفسي هديه عن سنين من الوجع، وسنين من جلد ذات، وسنين من ان انا شايله مشاكل ناس تانية وبدفع فواتير لناس تانية. انا ممكن اكون بس كل الحكايه ان انا كنت طرف مش صاحبه الحاجه دي. ابتديت اسامح نفسي. اما سامحت نفسي ارتحت، ولما سامحت نفسي فقت، وعرفت انا مين، وعرفت انا عايزه ايه. على فكره، يمكن اغلب المشاكل النفسيه اللي جوانا واحنا مش فاهمين ايه سببها، انك اصلا مش مسامحه نفسك. انت عماله تفتكري في الماضي واللي حصل فيه، وعماله تفتكري في حاجات كتير غلط كانت حاصله زمان، وانت مصره تفتكريها، ومصره تخليها حاضره معاكي كنوع من جلد ذاتك، وكنوع من عقابك. انت بتعاقبي نفسك على حاجات فاتت، وده مش صح. اللي فات كان درس اتعلمتي منه، ما عدتيش هتعمليه تاني. هو كان ده المقصود منه. ما هو لو حصل حاجات زمان غلط، بيبقى المقصود منها لا ابتلاء واختبار من عند ربنا،
لا درس يغير شخصيتك، درس يطلعك من الشخصيه اللي انت قاعده فيها، اللي ما كنتيش هتطلعيها غير بكده، ما كنتيش هتتغيري غير بكده. ربنا عارف هيغيرنا ازاي. مش كل انسان الطريقه اللي تمشي معاه هي طريقه الطبطبه. في ناس ما بتجيش غير بالقرص، في ناس ما بتجيش غير بالدروس الصعبه، بعدها بتفوق، وبعدها بتبقى شخصيه تانية، وبعدها بتحس ان هي بقت مختلفه، سعيده بنفسها، واثقه في نفسها. فما تنسيش ان نفسك ليها حق عليكي، ما تنسيش ان لا يكلف الله نفسا الا وسعها. ما تجيش على نفسك، دلعيها، شوفي نفسك بتحبي ايه. لو انت بتحبي تخرجي اخرجي، تحبي تقعدي لوحدك اغلب الوقت تقراي كتب، اعملي كده. امشي في الحياه بالطريقه اللي تناسبك، والطريقه اللي تريحك، اللي هي مش مناسبه لكل الناس، اللي انت عايزه بس تعمليه اعمليه. وفي النهايه بقول لك حبي نفسك، لان انا حبيت نفسي. ولغاية هنا أكون خلصت، وأشوفكم على خير. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش لايك واشتراك. سلام.